في حاجة غريبة من زمان جدا، حاجة بتخلي أي حد يسمع عنها يقف شارد كده ويسأل نفسه، هو إزاي جثة تفضل متحنطة آلاف السنين وما تتحللش؟ يعني إيه سر التحنيط؟ وهل المصريين القدماء كانوا سابقين عصرهم؟ طب إيه هي المكونات اللي كانوا بيستخدموها؟ وهل الموضوع كله علمي ولا في حاجة أكبر من كده وأخطر؟ والأغرب بقى إن في محاولات دلوقتي إنهم يقلدوا طريقة التحنيط دي، بس ولا حد قدر يوصل لنفس النتيجة. الموضوع مش مجرد مواد كيميائية، ده ممكن يكون في سر اندفن معاهم، سر لحد النهارده محدش عارفه. قبل ما نبدأ، لو أول مرة تشوفني ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بنقدمه. هو ايه سر التحنيط؟ يعني ازاي جثة تفضل على حالها آلاف السنين من غير ما تتحلل؟ وايه الحكاية اللي خلت كل علماء العالم يقفوا مذهولين قدام جثمان لسه في ملامح واضحة وشعر وأظافر كأن صاحبه لسه ميت امبارح؟ المصريين القدماء كانوا عباقرة، دي حاجة مفروغ منها، بس العبقرية هنا مش في استخدامهم لمواد غريبة وخلاص، لا، ده في طريقة التفكير نفسها. عارف انهم كانوا بيشيلوا المخ من الأنف؟ كانوا بيدخلوا أداة طويلة ورفيعة من فتحة القلب ويفتتوا بيها المخ ويخرجوه حتة حتة لحد ما الجمجمة تفضل. بعد كده كانوا بيفتحوا جنب من جوانب البطن، تحديدا من الناحية اليسار، وبيشيلوا كل الأحشاء، الكبد، المعدة، الأمعاء، وحتى الرئتين. بس الغريب، القلب كانوا ساعات بيسيبوه وساعات بيشيلوه ويحطوا مكانه تميمة على شكل قلب علشان يوزن أعمال الميت في الحياة الأخرى. كل عضو كان ليه صندوق خاص بيه اسمه كانوبي، وعليه وش إله بيحميه، وبيستخدموا حاجة زي ملح النترون لتجفيف الجثة تماما، وبعدها بيلفوها بأقمشة مخصوصة فيها زيوت وعطور تحفظها كأن الزمن وقف. بس خلي بالك، ده مش مجرد علم، التحنيط كان بالنسبة ليهم طقس مقدس. يعني كانوا بيعملوا كده مش بس علشان يحفظوا الجثة، لا، علشان الروح تعرف ترجع للجسم بعد الموت وقت الحساب، طبعا حسب معتقداتهم. انما بقى الغريب ان لحد النهارده ورغم التطور والعلم والتكنولوجيا مفيش دولة في العالم قدرت تقلد التحنيط بنفس كفاءتهم. في محاولات كتيرة جدا، لكن النتيجة جثث بتتحلل بعد شهور مش آلاف السنين. يبقى السر فين؟ في المواد ولا في التوقيت ولا في الطقوس ولا في حاجة تانية محدش اكتشفها لحد دلوقتي؟ في نظرية بتقول ان الكهنة الكبار كانوا عارفين تركيبة سرية محدش غيرهم يعرفها واتدفنت معاهم، وفي ناس تانية بتقول انهم استخدموا طاقة غريبة مش مفهومة لحد دلوقتي. اللي انا متأكدة منه ان التحنيط لسه بيخبي اسرار، ولسه في قصص من آلاف السنين مستنيين اللي يكتشفها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشاركه مع اصحابك عشان يستفيدوا زي ما انت ما استفدت.